حاضرة معسكر، وواسطة عقدها العلامة الحافظ محمد أبو راس الناصر، من مسقط رأسه منتصف القرن 12 للهجرة، بموضع بين جبل كرسوط وهونت من أرض غريس الغرابة. تخرج به عائلته وهو رضيع في حضن والدته الفاضلة إلى متيجة، وفيها أبدر عليه اليتم فاطما إياه عن أمه المرحومة، فيواصل الرحلة على أكتاف والده وشقيقه مغربا، ويبدأ رحلة التحصيل باكرا بحفظ القرآن الكريم على والده الشيخ أحمد بن عبد القادر، ثم الشيخ المقرئ منصور الضرير، بروايتي ورش وقالون مع الأحكام والأنصاص. ليلتفت أبو راس الطالب إلى الفقه، فيمم له شطر علماء حاضرة معسكر، وعلى رأسهم شيخ الجماعة بها العلامة عبد القادر بن عبد الله المشرفي. ثم خرج الشيخ أبو راس إلى حاضرة مازونة، وأخذ عن علمائها أبرزهم قاضيها العلامة محمد بن عبد القادر، ليعود الشيخ أبو راس عالما ومدرسا بحاضرة معسكر. يقول الشيخ في كتابه فتح الإله: فانتقلت إلى أم عسكر، وشمرت ساق الجد للتدريس ليلا ونهارا، وداومت ذلك 36 سنة متصلة، ما بطلت فيها يوما واحدا إلا صبيحة يوم الاثنين لأمر مهم رباني، وظهرت علي مخايل دعوة الأشياخ، حتى إني أختم المصنف في العام 8 مرات، 4 في الأول و4 في الثاني، وأسردهما معا أول الخريف، حتى اجتمع عندي في بعض السنين 780 طالبا. وكنت أجلس للدرس فأبتدئ من باب الاعتكاف، ثم لا أقوم حتى أقف على باب الزكاة، ولا يقف لي شيء ولا أشك، مع كثرة باب الحج وطوله وصعوبته، ومع كثرة الطلبة وقوة اعتراضهم، حتى إني لا أصحب معي كتابا ولا يقرأ في مجلسي إلا إذا قرئ خفية مني، وأورد شرحي على التدقيق والتحقيق، وأوشح بتتمات ولطائف مهمات، وتنبيه وجيه وتكميل وتذييل وترتيب عجيب، حتى صارت حضرتي في العلم تذكر في الآفاق وتنسي كدروس مصر والشام وتونس والعراق. من رحلاته العلمية والدينية رحلته إلى الجزائر المحروسة، ثم قسنطينة، فاس، تونس، مصر، الحجاز، غزة. فكان حاصل عدد مشايخه في المغرب والمشرق 44 شيخا، وخاتمتهم الإمام الحافظ مرتضى الزبيدي. وفي خضم رحلاته العلمية شهد له العلماء بالتبحر في العلوم والتحقيق فيها، فلقب بالحافظ. كما تقلد منصب قضاء الجماعة والفتيا والخطابة بحاضرة معسكر. على ضفة وادي تودمان ضريح الحافظ، الذي وافته المنية يوم الأربعاء 15 شعبان 38 و200 وألف للهجرة، الموافق ل27 من شهر أفريل 23 و800 وألف للميلاد. هنا وبعد أن غير الزمان ملامح المدينة القديمة، كان منزل الحافظ وبيت كتبه النفيسة، البيت المعروف ببيت المذاهب الأربعة، أو كما كان الحافظ يحب تسميته: مصريتنا. كتب أحد تلامذته في بهوها هذه الأبيات: فلله قبة يعز نظيرها، وبهوها قد حازه جاهي مباهيا، تقول لمن يأتي إليها منزها تأمل جمالي تستفد شرح حاليا،
بنيت لخدمة العلوم وبثها لمن يروح نحوي ومن هو غاديا. وأي شيء كالعلم قدرا ورفعة تراه مخيما بأرجاء ثاويا. يبثه مولاي أبو راس الرضا فيعطرني به ويعطر ناديا. مؤلف هذا العصر غير مدافع وساق زلال العلم من كان صاديا. مؤرخه نحويه وإمامه وحافظه الذي له السبق باديا. بذا شهدت أعلام شرق وغربنا وأهل المذاهب الهداة الهواديا. عليه سلام الله ما ذر شارق ودام على الأنام والأرض ضاويا. وتبقى نفحات روحية بمصلى أبي راس اليوم، حيث يعبد ويذكر فيه اسم الله عز وجل. لقد ألف أبو راس الناصري أكثر من 130 تأليفا موزعة على 17 علما، وعددها في كل فن هي كالتالي: في علوم القرآن صنف 12 تأليفا، في الحديث وعلومه 8 تآليف، الفقه 18 تأليفا، في المذاهب الأربعة النحو 5 تآليف، العقيدة والتصوف 10 تآليف، علوم اللغة 9 تآليف، التاريخ 34 تأليفا، أصول الفقه تأليفان، الفلك 3 تآليف، وفي الشعر 30 تأليفا، وتأليف واحد في كل من المنطق والجغرافيا.